بالعاجل وبالفيديو. وليد الركراكي يفاجئ ويفرح المغاربة قبل قليل لحظة إعلانه عن بديل اللاعب أمين حارث بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة. اهتزت وزلزلت الجماهير المغربية ليلة الأمس بخبر إصابة اللاعب المغربي أمين حارث نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ما استدعى نقله فورا للمستشفى، وهذا ما شكل صدمة قوية للجماهير المغربية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر رؤيته مع المنتخب المغربي في مونديال قطر بعدما حرم منه في مونديال 2018، ولكونه لاعب قوي وسيقدم الكثير للمنتخب الوطني في مبارياته في المونديال، خصوصا مع وجود منتخبات قوية هناك. وزاد نادي أولمبيك مارسيليا صدمة أخرى للمغاربة قبل قليل بإعلانه وبشكل رسمي عن أن أمين حارث يعاني من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وهذا ما سيحرمه من المشاركة مع المنتخب في المونديال واعتزال اللاعب مع ناديه لعدة أشهر. وفرحت الجماهير المغربية قبل قليل لحظة إعلان المدرب وليد الركراكي عن اللاعب الذي سيخلف أمين حارث في مونديال قطر. وحسب ما نقلت بعض المصادر فإن الركراكي صرح أن اللاعب هو نجم الرجاء سابقا سفيان رحيمي الذي يلعب حاليا في نادي العين الإماراتي، وهذا ما أفرح الجماهير المغربية رغم الحزن والصدمة بسبب إصابة وإبعاد اللاعب أمين حارث.